هذا النظام الذي يراه داير قمة لم الشمل، وأن البند الأول بالنسبة لفلسطين، أن الجزائر حرضت ومارست ممارسات بحق يهود الجزائر. المغرب استغل يهود المغرب وحقق بهم مصالح، وأصبح يهود المغرب في كل العالم يدافعون عن مصالح الدولة المغربية، في حين الجزائر عندها يهود كثر رغم هنا في فرنسا، وهناك اللي متعلقين ببلدهم الأصلي اللي ولدوا فيه أجدادهم ومدفونين فيهم أجدادهم، تعاملوا معهم بطريقة كراهية، ما حققوا منهم ولا أي شيء. المهم أن هذا حديث محل مناقشات مختلفة، هناك من يؤيد وهناك من يرفض وما هناك، وهذه طروحات كثيرة وآراء مختلفة فيما يخص الجزائريين اللي يمشوا أكثرهم بالعواطف وليس بما يخدم المصالح للأسف الشديد. المهم هذا النظام، نتكلم عن النظام، هذا النظام الذي يدعي بأنه يقاوم الصهيونية وأنه ضد التطبيع، وأن التبون سيتابع شخصيا قضية فلسطين حتى يحررها، ويدخل هو اللي يدي مفتاح بيت المقدس ويصلي بالناس ثم ويخطب عليهم ويعود لهم الجمل اللي فيها تطاول وربما على الذات الإلهية وما إلى ذلك من هذه الأمور، وربما الكاس يدور أمام بيت المقدس، يحتمل كل شيء. اللي يعرف تبون يعرفوا بأنه جماعة الكاس يدور كانوا يجتمعوا في سهرات وكذا، يسكروا ويفرضوا عليه يغني لهم سعيد بوتفليقة وجماعته. المهم كان قصص كثيرة في هذا المجال والله فيه ما يندى له الجبين. المهم هذه يعني معناها أنه فرنسا، شوفوا فرنسا حط أوكي أنت حاب تجيب بعض الجماجم نعطيهم لك تحطهم عندك، وهاي الشروط. الجزائر استجابت، قالوا نحن راح نديروا مهرجان ونحاولوا نفرحوا الجزائريين لأنهم يحكوا كلش لفرنسا. قالت لهم أوكي ديروا على رواحكم الشيء هذا ونحن لا نعلق عليها. لكن هاي كي خرجت الفضيحة وتسربت خلاص اضطروا أنه الوزيرة ما تقدرش تروح تكذب على مجلس الشيوخ، راح تدفع الثمن غالي، مستحيل تكذب، قالت الحقيقة. ولو يجيبوا ويسألوها على أشياء أخرى مصير الجماجم تأكدوا بأنها ستخبرهم، لن تخفي هذا الأمر عن سيناتورات ولا برلمان ولا كذا. المهم هذه هي المسألة وما فيها، أنه الآن قلت لهم حطهم عندكم وارواح نتفاوضوا على ممتلكات الأقدام السوداء التي تعد بالمليارات، وممتلكات أيضا يهود الجزائر. معناها أنه الجزائر الآن دخلت واحد الملعب آخر، منين كانت تدعي وتسعى بأنها رايح تجبر فرنسا عن الاعتذار عن ماضيها الاستعماري. من كان يقول دبونا جاء فرنسا راهي تربطنا بها مشاكل، وارفع من حجم العين الحمراء تجاه فرنسا وما إلى ذلك من هذه الأمور. ها هي الحقيقة أن الجزائر تبحث عن مسرحيات وتتلاعب بشهداء، واعطوا لهم فرنسا ناس مش متأكدين من هويتهم على أساس أنهم مجرمين لصوص، لأن هؤلاء المقاومين في نظر فرنسا الرسمية هم لصوص وهم فلاقة ومتمردين على الدولة، فحطتهم في ميزان واحد، أشخاص مقاومين وآخرين لصوص، آخرين قاتلوا فرنسا، أهم كل كيف وراهم مش متأكدين حتى أنهم جزائريين. المهم هذا هو. شفتوا الحقيقة يا جزائريين؟ شفتوا هذا النظام الكذاب اللي يتلاعب لكم في الذكرى 60 ويدير لكم في الاستعراضات العسكرية ويجيب في الزعماء يوميا إلا ثورة نوفمبر وبيان أول نوفمبر وفرنسا رايح نربوها وعودة الباديسية والنوفمبرية؟ شفتم الخداع؟ هم راهم يتفاوضوا من أجل ممتلكات. وكيفاش الجزائر ما رايح تروح تجبد لهم ممتلكات وديار، رايح تقدرهم وتعوضهم بالمليارات، أموال طائلة، ولن تعلن ذلك. ربما تتفق مع فرنسا تقول له النظام ما تفضحنيش، ومن مصلحة فرنسا ما دام راح تحقق هذه الأشياء ألا تفضح النظام، إلا إذا تسرب شيء ووجد المسؤول الفرنسي نفسه أمام الأمر الواقع يضطر أن يقول الحقيقة، أو أن هؤلاء يخرجوا من المسؤولية ويتفرغوا. غدوة ماكرون تنتهي العهدة نتاعو الثانية، يولي مواطن عادي يبدأ يألف في الكتب وينظر وكذا وكذا، ثم رايح يفضحهم بجماجم وليس بقلاقل فقط. واذكروا كلامي جيدا عندما تصدر مذكرات ماكرون سيقول الكثير، لأن هؤلاء راهم يعيشوا في السلطة، يحققوا لأوطانهم ما يريدون من مصالح، وعندما
يعودون إلى بيوتهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية من خلال المداخيل المادية، عن طريق المحاضرات، عن طريق الكتب، عن طريق المؤلفات، عن طريق وسائل الإعلام وما إلى ذلك من هذه الأمور. وطبعا هناك واجب التحفظ في أشياء تتعلق بالأمن القومي، راهو ما يتحدثش عليها مهما كان الأمر. أنا نتكلم على أشياء سياسية مع الدول وممارسات معينة ومع أحداث شغلت الرأي العام بلا أدنى شك.